في فرق كبير جدا ما بين نجم لمع ونجم تاني اتزرع جوه الناس. يعني دايما وانت بتحاول تعمل اي حاجة حط فيها اللي جواك بجد، ما تحاولش تعمل حاجة فيك، عشان دي بتوصل اسرع مليون مرة من حاجة انت بتحاول تعملها وهي مش فيك. تفتكر ان الشهرة ممكن تشفي بني ادم؟ طيب لو قلتلك ان اشهر صوت حب في الوطن العربي كان عايش مريض، عبد الحليم حافظ، ما غناش عن الوجع، هو كان الوجع. اهلا بيكم، انا عبد الله مصطفى. عبد الحليم حافظ اتولد سنة 1929 في قرية الحلوات في محافظة الشرقية. امه اتوفت بعد ما اتولد بكام يوم، وابوه مات في اول سنين حياته، يعني اتولد يتيم. وللاسف كان مصاب بالبلهارسيا. في الاول كان ضعيف ومريض وتعبان جدا، لكن بعد كده صوت امه وحبيب للملايين. الفرق بينهم مش حظ، ده رحلة ألم. خلينا نبدأ في أول مراحل حياة عبد الحليم حافظ، مرحلة الطفولة والحرمان. عبد الحليم اتربى في ملجأ، طفل ما كانش لاقي الحضن ولا لاقي الأمان، من غير ما حد يقول له كلمة حلوة ولا حتى يوصل له إنك مهم. وللأسف ده بيعمل حاجة خطيرة جدا، بيخلي الحب هدف للحياة. عشان كده عبد الحليم حافظ لما غنى للحب وللاحتياج مش الاستعراض. ننتقل للمرحلة التانية، مرحلة المرض اللي ما سابوش. من صغره عبد الحليم كان مصاب بالبلهارسيا. للأسف المرض ده متعب ومزمن وبيفتت الكبد واحدة واحدة ببطء شديد جدا. كان يدخل المستشفى ويطلع على حفلة يغني، ويرجع تاني على المستشفى والناس شايفة قدامها النجم مش شايفة الألم اللي جواه. المرحلة اللي بعد كده أول رفض حقيقي في حياة عبد الحليم حافظ. في البداية عبد الحليم اتهاجم بشراسة كبيرة جدا، وناس كتير قالت إن صوته ضعيف واصلا مش طربي، مش زي اللي قبله، وكانوا بيقارنوه بناس اتقل منه. واول حفله ليه في الاذاعه كانت فاشله، في ناس سابت القاعه اللي هو بيغني فيها ومشي. واللحظه دي للاسف مع حد تاني غير عبد الحليم بتكسر وتهدم جدا. بس عبد الحليم ما انسحبش وعمل حاجه اخطر، وهي انه حزم امره وغير شكل الغنى في الوطن العربي. طيب مرحلة لحظة القرار بالنسبة لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ قرر ما بينه وما بين نفسه ان انا مش هقلد القديم، انا هبدع وهنتج حاجة جديدة. في اغانيه تعمد ان هو يغني باحساس عالي جدا، ويحاول يوصل كلماته والحانه بصوته الدافي ان هو قريب من كل حد بيحب. كان بيتعمد ان هو يغني للشباب ويغني للحب وللخسارة وللامل، يعني كان بينقي الناس اللي زيه ويغني ليهم. اما بقى مرحلة الصعود والظهور بالنسبة لحياة عبد الحليم هنتكلم فيها دلوقتي. في الخمسينات والستينات عبد الحليم وصل لان هو بقى صوت جيل، ووصل ان هو بقى حالة ظاهرة جدا والناس كلها بتتكلم عنه. زي مثلا ان في حفلاته كان ممكن البنات يغمى عليها، ومن كتر احساسه في الاغاني في الوقت ده كانت الناس بتتاثر جدا وبتبكي وهي بتسمعه. ده مش عشان هو اجمل صوت في الدنيا، لكن عشان كان صادق جدا وهو بيقول كل كلمه وكل لحن طالع منه. اما بقى المرحله الجايه اللي هنتكلم فيها مرحله عبد الحليم الانسان قبل النجم. عبد الحليم ما اتجوزش وعاش وحيد، كان دايما خايف من الفقد، لان اللي اتحرم بدري ما بيصدقش من جواه ان الحاجه اللي معاه هتفضل وهتبقى ثابته. الحب في حياة عبد الحليم كان دايما ناقص. طب خلينا دلوقتي نفهم ايه هي الدروس المستفادة من كلامنا عن عبد الحليم حافظ. الدرس الاول، مش لازم تكون قوي ولا كبير عشان خاطر تأثر في اللي حوالين منك. الدرس التاني، الوجع والألم صدقني ده اكتر حاجة ممكن تخليك تعرف تعمل رسالة. اما بقى الدرس التالت، الصدق اقوى من الصوت. يعني دايما وانت بتحاول تعمل اي حاجة حط فيها اللي جواك بجد، ما تحاولش تعمل حاجة فيك، عشان دي بتوصل أسرع مليون مرة من حاجة أنت بتحاول تعملها وهي مش فيك. الخلاصة إيه بقى يا صديقي؟ عبد الحليم مات الله يرحمه سنة 1977 عن عمر يناهز 47 سنة، يعني مات يعتبر في عز شباب، مات وصوته لسه شاب. لأنه في فرق كبير جدا ما بين نجم لمع ونجم تاني اتزرع جوه الناس. سؤال هنا ليك بقى يا صديقي، هو أنت ممكن تخبي وجعك ولا تحوله لحاجة تفضل دايما عايشة؟ ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات وتقول لي ايه اكتر وجع حاسس ان هو شكلك، ولو حابب نكمل قول لي ايه اكتر شخصية حابب ان احنا نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. وما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنعمله. سلام.